نصب أن يكون عرسا ديمقراطيا شبابيا، لأنه هناك تجديد داخل حزبنا، هناك تشبيب داخل حزب التقدم والاشتراكية. واليوم وأنا في جانبي الرفيق محمد طلال، الرفيق يونس سراج اللي هو الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، الرفيق محمد بوزريف الكاتب المحلي السابق باقي وكذلك مستشار بمقاطعة عين الشق باسم حزب التقدم والاشتراكية، الرفيقة أمال أحطيب عضوة الكتابة الإقليمية، والرفيقة ابتسام التاتي عضوة اللجنة المركزية وكذلك عضوة الكتابة الإقليمية لحزب التقدم والاشتراكية. لن أطيل عليكم، سأعطي الكلمة للرفيق محمد بوزريف. كنت ممثل حزب داخل المقاطعة وأنجيل المساعدة، وكنت كاتبا محليا. وبين قوسين إلا جيتو تحاسبوني تقولوا لي مثلا تقرير أدبي على هذه المرحلة هذه، صحيح أن مرحلة كانت مرحلة تميزت مجموعة ديال الصعوبات، لا داعي للخوض في ذلك، لأن كانت الكتابة الإقليمية هي الآمر والناهي بكل شيء، لأن هذوك الكتابات المحلية كانوا فقط صوريين. ولكن الآن كنظن أن مع مجموعة ديال الشباب اللي كيمثلوا الحزب غادي يكونوا إخوان اللي كيستاهلوا، إخوان اللي غيكونوا في المستوى، لأن كنظن هذه مرحلة انتقالية، مرحلة اللي غتكون مزيانة للجميع. فيما يتعلق كوني أنني في المقاطعة ديال عين الشق، يشهد ذلك الإخوان اللي كانوا كيحضروا الدورات. أما اللجان المحلية، أما اللجان فمع الأسف اللجان ما كانوش عموميين، دونك اللجان كانت فقط غير الأعضاء، وتم إسقاط ما هو إداري على ما هو سياسي. التجربة ديالنا اللي كانت من نهار دخلت وأنا مسؤول كاتب عام وأصبحت مديرا من بعد ذلك، 30 سنة بين سيدي معروف عين الشق و4 سنوات في المحمدية. هاد التجربة هذه ديال الكتابة العامة ساعدتني على أنني داخل المجلس نكونوا نعطيو واحد البصمة ديالنا داخل. لا يعقل أنك أنت مارستي المسؤولية الجماعية وما غتكونش تفهم، لا يعقل. دونك حنا كنا دائما في أي شيء، ولو أنني كنت فقط كنمثل بوحدي حزب التقدم والاشتراكية داخل المجلس، ولكن كنا القضايا كاع اللي كانت ديال المقاطعة كنا حاضرين فيها، سواء تعلق ذلك بالملاعب القرب أو بالأسواق أو بالبنيات التحتية، فكنا كندخلوا نزولا عند رغبة الساكنة. صحيح أنك عندما تكون لست برئيس ولست بنائبا للرئيس ولا حتى رئيس لجنة، فطبيعي أنك ما غاديش دير داك الشيء اللي انت باغي، لأن الأشياء كتجي بالصفة ديالك داخل المجلس. ولكن مع ذلك كنكونوا كنا في الموعد، ما غاديش نبدا ندوي على الأشياء اليومية البسيطة، هذا بغى حافلة، هذا بغى الخيام، ولا هذا بغى سميتو. هذه مسألة اللي كانت بسيطة جدا، ولكن كنا كنشاركوا وكنا في مستوى الحدث، سواء تعلق بالمشاريع الكبرى، الأرض الخيرية، الأسواق، سوق البام، سوق السوق اللي كاين في سميتو اللي كيتبنى في شارع برشيد، أو على مستوى البنيات التحتية. فصراحة كنا كنعطيو الاقتراحات ديالنا، الشوارع اللي ممكن أنها خصها الصيانة. نتوما كتعرفوا الشوارع من اختصاص جامعة الدار البيضاء،
ولكن عن طريق الممثلين ديالنا داخل الجماعه كنا كنعطيو الاقتراحات ديالنا. وهذا داخل المقاطعه كما كتعرفوا كنا كنساندوا التسيير، وبالنسبه لي انها كانت تجربه ممتازه. وصحيح ان ما يمكنش المقاطعه دير كل شيء وما وصلتش لذاك الشيء اللي كان خصو يكون، ولكن كيفما كان الحال اننا داخل هذا المجلس كنا في مستوى الحدث. وكنت اتمنى من الاخوان ديالنا يكونوا كيحضروا الدورات ويشوفوا كيفاش كنا كندخلوا وكيفاش كنا كنترافعوا على القضايا اللي كتهم الساكنه. كنا كنوضعوا نقاط في جدول الاعمال وكنا ندافع عليها خلال الدورات. ما نعاودش نكرر بان ملي كتكون بوحدك هادشي علاش مثلا خاص يكونوا مجموعه ديال الاخوان معاك. فإلا كانوا ستة ديال المقاعد ولا على الاقل 4 المقاعد ولا هذا، فصراحه كيكون عندك الوزن. واخا انت مثلا كنتي ديك التجربه هذا ولكن بوحدك راه يصعب. غير اننا داخل سميتو كنا كنتعاونوا ملي كنحطوا بعض النقاط كتبان نقاط موضوعيه ونقاط تستحق انها تدرج. وكانت هذه القضيه ديال المساله لم يحدث يوما ان طلب مني اخ من رفيق من الرفاق والاخوان هما كاينين، بعض الاخوان بعض الوجوه هما حاضره، يطلب مني شي خدمه وما قدمناش ليه. غير كاينه بعض الاشياء اللي فوق طاقتي كانت تلام. ما يمكنش نقدم واحد الخدمه وهي سميتو قانونيا لا يمكن انها تلبى طبقا للقوانين المنصوص عليها. ولكن مع ذلك وحتى لا اطيل ان كنا فسميتو واللي دويتي معاه قلت لي مسلم داخل مجلس مقاطعه عين الشق يقول لك كيف ما كان مدير راه كان عضو كان ولا زال في عضو ديال المجلس انه راه كيخدم المنطقه. غير تكلمت شويه على هذه المساله هذه. ولكن بالنسبه لكوني كاتب محلي ديال عين الشق، راه لا عين الشق ولا سيدي معروف ولا مكانسه ولا كاليفورنيا كنا فقط غير حبر على ورق. راه كانت الكتابه الاقليميه اللي كدير كل شيء، حتى في وقت من الاوقات اولا كيبان لك اش كدير انت كاع تما. دونك هذا هو المشكل اللي كاين. ما غاديش ندخلوا في التفاصيل كما قلت. الحمد لله كاينه وجوه اخرى وكاينه سميتو وسمحوا لي على التطويل وشكرا. ممثل ديال وسائل الاعلام انا وضع عين الشق. و بان لي بانه عين الشق كتطلب منا ان يجي شي ولد عين الشق وياخذ هذه المبادره وياخذ هذا الرهان اللي ماشي هو سهل. واللي كنت جاوبت في واحد المنبر في اول حضور ديالي على المستوى السياسي، هو قال لك واش انت تايق بانك زعما غتدخل هذا الرهان ديال الانتخابات ومسمينها دائره الموت. عين الشق مسمينها نظرا للاسماء اللي حاضره واللي عندها اكثر من 20 سنه ديال الحضور على مستوى التمثيليه البرلمانيه، اللي ما شفنا حتى شي حاجه على ارض الواقع في عين الشق. قلت لهم انا هذه ماشي دائره الموت، هذه دائره الحياه. حيت حنا الا كان عندنا هذاك الياس ونقولوا بان دائره الموت ونبقاو نقولوا كل شيء بحال دابا الكلام اللي متداول على مستوى عين الشق وحتاش عندك ما دير راه كل شيء بحال. انا جيت باش نقول لكم راه ماشي كل شيء بحال. راه الا تقنا في شي واحد اللي مثلا كيحمل نفس الهموم ديالنا، عايش في نفس الدرب ديالنا، كبر في نفس الزنقه، في نفس كذا، راه ممكن اننا نتطلع لما هو احسن.
ما غاديش نطيل عليكم وباش باش ما نكونش كنروج لسميتو. كنتمنى نكون عند حسن الظن، وقبل ذلك كنتمنى هاد الناس اللي غياخذوا التمثيليه ديال الفرع، انا على يقين انهم غتشوفوا دابا شبان اللي في المستوى الكبير، واللي ان شاء الله غادي يحملوا الرايه ديال التقدم والاشتراكيه، وقبل ذلك ديال الهموم ديال المواطن ديال عين الشق بصفه عامه. وشكرا ومرحبا بكم مره اخرى. أشكرك رفيقي محمد طلال. سواء على كل ما يأتي به